الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي 1-1، ويستمر نزيف النقاط لأندية القمة لقطبين، إن كان أهلي ولا زمالك. الزمالك لعب 11 ماتش، تخيلوا إن الزمالك في ال 11 ماتش دول خسر 14 نقطة. الزمالك تعادل في 4 ماتشات وخسر ماتشين، 4 ماتشات تعادل ب8 نقط خسارة وماتشين ب6، يبقى الزمالك فقد 14 نقطة في 11 ماتش بس، وبالتالي فهو بيفقد فرصته في المنافسة على الدوري. مش هو بس، الأندية الكبيرة كده اللي هو الأهلي يعني. السؤال هنا للاعيبة الزمالك والمدرب الزمالك، هو ليه كل ما الأهلي يديكوا هدية انتوا ترفضوها؟ كل ما يقدم لكم هدية انتوا ترفضوها. ازاي يعني؟ يعني لما الأهلي خسر في الجولة ال5 من بيراميدز، انتوا كمان خسرتوا من دجلة في نفس الجولة. وكمان الأهلي لما تعادل الجولة ال11 مع بتروجيت، انتوا كمان اتعادلتوا مع البنك الأهلي. مش عارفين تعوضوا الفرق. انتوا ازاي ما بتستغلوش الفرص دي؟ وطبعا الفرقة اللي عايزة تنافس على بطولة مستحيل إن كان أهلي أو زمالك يفقد كل النقط الكتيرة دي في عدد الماتشات القليل ده. النقط كتيرة على عدد الماتشات، وطبعا المستفيد الوحيد هو نادي بيراميدز من نقط بتاعة الأهلي ونقط الزمالك. بيراميدز هو المستفيد الوحيد. جدول الدوري اتغير والزمالك اتعادل، والكرة بقت وحشة قوي عندنا. حتى أندية القمة اللي كانت بتمتعنا بقت ما بتمتعناش، ما بيمسكوش في الفرصة بإيديهم وأسنانهم. في حاجة غلط في الأهلي وفي الزمالك. الموضوع ملوش دعوة بمدربين، الموضوع ليه دعوة بروح ويلعب. حتى لو ما فيش أي حاجة، ما باخدش حاجة من نادي، من أي إدارة، لازم ألعب على المكسب، لازم نلعب على المكسب. سلام.